بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? إلى المقوقس عظيم القبط. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين.
في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة. مولاي أمية، لا لا يكفي. كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام. ألا تفهم؟ الربا يتضاعف. هو لك، ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي. الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام ولدي. كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟ لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب. لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان. قافلة الشام أرى طليعتها. سبقت موعدها. زد على البئر الشمالية 5 رجال آخرين. كم نذبح؟ 70؟ اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، و10 حملان لقادتها. من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه، وإن يحفظ فشتام. ومن إذا استلهم العافون نجدته. أشعر هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت، لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب. خز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين. نعم، 7 أطوال. 20 دينارا. لزوج أبي سفيان. خذيه بما شئت يا مولاتي. 15.
هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها. يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء. لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟ ترى ما أصاب ابن أخي. لماذا لا توقفه عند حده؟ ربما يتغير وقد بلغ 40. لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة. إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا. مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة. أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة، جحود، تمرد. أخشى على محمد من نفسه. يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذه السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم. يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب. أبا طالب، على رسلك يا زيد. هل نزل محمد من غار حراء؟ لا، لم نره بعد. أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك. لعله في بيت أبي بكر. سألت عنه هناك. لا يزال إذن في الغار. 3 أيام. طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق.